قبل الخميس نتيجة اجتماعنا مع المسلحين اللي كنا نجتمع معاهم، كان عم يخططوا لشيء بده يعملوه نهار الجمعة، بس شو هو ما حد كان يعرف. يعني بس رؤساء المجموعات تبعونا هن اللي كانوا يعرفوا شو بده يصير. رؤساء المجموعات بالاسم؟ بالاسم نضال بكور، عكرم الصالح، هيثم الحلاق الملقب هيثم الحصان واخوه ابو ياسر، وفي مجموعة العرباط، وفي مجموعة الخضراء، وفي من مجموعات من كفرلاها وعقرة وعقرب وتل ذهب، وفي مجموعات اجت من برات المنطقة اللي قلت لك انا انه استقبلناهم. هدول ليش كنتوا عم تخططوا؟ كانوا عم يخططوا لشيء بده يعملوه نهار الجمعة لتصعيد الموقف، لانه انطلب من الخارج، خصوصا من اللي داعميننا، انه اججوا الموضوع، اججوا بنا شيء على الارض، ما عم يصير شيء. وكانت فكرتهم انه الحولي اقرب منطقة اللي بتضم حواليها قرى من الطائفة الثانية، الطائفة الكريمة الثانية، وفي منهم شيعة وفي منهم علوية وفي منهم مسيحية، ومن يعني الحولي بسوريا كلها هي المنطقة اللي بيكون حواليها أكبر نسبة من العلوية. مين اللي اختار انه يتم في قتل اطفال ونساء؟ هذا التخطيط اجى من برا، صعدوا الموقف، بس المجموعات كان في وقت اللي اجاهم الامر خططوا ليصير شيء، انه في عائلات موجوده بالحولي بتلدو تحديدا مسالمه، ما لها علاقه بالتظاهر، ما لها علاقه بحمل السلاح، ما لها علاقه باي شيء، مؤيده للنظام وحالتهم الماديه مليحه. فكانوا من زمان يهددوهم انه ليش ما عم تطلعوا، ليش ما عم تشتروا سلاح، ليش ما عم بتساعدونا بالاموال اللي معاكم. ففاتت شغلي اقول لك اياها، نهار اللي صارت انتخابات مجلس الشعب، وكان في عندنا مرشح نحن بتلدو اسمه عبد المعطي مشلب، عملنا له بسوق الخميس او بسوق عند الرام، محل ما بصير المظاهره اللي بنعملها نحن، جبنا حاويه زباله، حطينا صورته، وصرنا انتخبوا مرشحكم لمجلس الشعب، ونزت مشايات بني ادمين بقلبه، احذيه تمسخر على مشلب وعلى الدولة. فكان نهار الجمعة بعد صلاة الجمعة بالتحديد، المسلحين ما دخلوا، قسم كبير ما دخل منه الجامع ولا صلوا، اجتمعوا بأماكن متعددة، مثلا بالحارة الشمالية، بالناصرية عند حلويات أبو زيد، على طريق السد المعروف طريق طرابلس، بين الأشجار الزيتون القريبة عن المشفى بداية تلدو، بالمقابل للمشفى على الجانب الثاني كمان اجتمعوا هناك مجموعات. كان الهدف من ضمنه الهجوم على حاجز وتصفية هالعائلات الموالية، وهي محدودة يعني. فكان صلاة الجمعة بلشوا يطلقوا النار من الحارة الشمالية باتجاه حاجز الساعة بشكل عشوائي، يشغلوا الحاجز اللي موجود عند القوس، وبلش الهجوم على حاجز عند القوس من جميع الجوانب المحيطة به. وفي ناس، هيثم الحصان كان معه سلاح وكانت على جنبه ساطورة، صفوا هالعائلات، بس وسعت معنا الحكاية، وسعت كتير، انه عدد القتلى كتير، والقتلى كلهم كانوا من المسلحين اللي كانوا معانا، عددهم كتير، وسعت الحكاية. فشو بده يعملوا رؤساء المجموعات تبعونا؟ شو قالوا؟ صاروا يذيعوا، بعثوا ناس معينة، صاروا يذيعوا بالحارة اللي فيها صارت المجازر انه نزلت الشبيحة ذبحت العالم. انا موجود بالمنطقة هناك معاهم، يعني لا في شبيحة ولا في شيء، ناس كلها ببيوتها. فهاي العائلات اللي ذبحت، اللي ذبحوها المجموعات المسلحة.
عائلات شو اسماء؟ بيت السيد، معاوية. معاوية عبارة عن ضابط، مع علما أنه بيت السيد تحديدا بالنقطة اللي ساكن فيها واللي صارت فيها ذبحه كان مسيطر عليها مجموعة هيثم الحصان. عدة حدة بيوت كثيرة، لبيت بكور، لبيتها نفسه العائلات لقرايبينه لهيثم الحصان. ليش ما انذبحوا؟ ليش؟ ليش هالعائلة بس من 7 8 بيوت انذبحوا؟ في بيت لبيت نعسان جنب بيبعد عن حاجز القوس 10 امتار. ليش ما ذبحوه؟ بيت عبد الرزاق بالنص يعني بالمنطقة اللي واقعة بنص السد، بشوارع اللي بنقول لها نحن شارع السد أو شارع طرابلس، على شكل زاوية بيته. ليش هالعائلة اللي صفوا هذول انه كلهم مؤيدين للنظام؟ بس شو سعت معهم الحكايه. وفي عندنا نحن شغله بتلدو الخلفه الكتيري. هاي البيت السيد يعني بعتقد يا 9 اطفال او 8 او 7 اطفال يعني. وبيت عبد الرزاق كمان عنده يعني عندنا بخلفه كتير. عبد الرزاق 4، في معاويه يا 7 يا 6 او 8 يعني ما بعرف اعدادهم بالضبط. والجثث الكتيرة هاي عبارة كلها كانت جثث المسلحين اللي موجودين بالمنطقة، عبارة فوق ال 35 لل 40 جثة. وهدول اللي صاوبوا أثناء الاشتباك مع الحاجز وسيطروا على الحاجز وقتلوا 3 4 عساكر وأسروا 1 أو 2 وأخذوا سيطروا على السلاح والذخيرة واللداكي، وقسم من المفرزة انسحبت على الحاجز الثاني. طيب بعد ما انتهوا من هالموضوع واتصلوا بدهم يجيبوا الوفد الأممي، كيف كانت ردة مجلس الوفد الأممي؟ هذا الحكي كانت الجثث، نقلنا الجثث كلياتها مع الأطفال مع المسلحين مع الكل، نقلناهم حطيناهم بجامع بالحارة الشمالية. هنيك جمعنا الجثث كلياتها ونقلناها. واتصلوا المجموعات أحمد عابدة ومجموعات ثانية اتصلوا بالأمم المتحدة ويتصلوا فيهم تعالوا في مجزرة صارت بتلدو، وهلا يقولون بنجي وشوي ثاني بنجي والطريق مو آمن والطريق مو آمن. المهم هذا هيك اللي صار. الجثث كلها انتقلت قبل الساعة 8 للمنطقة للجامع. على 10 وشوي بالليل هون الجيش بلش يقصف. بس وين عم يقصف؟ اجت